ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم رز بلبن احلى من الجاهز. جربوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم. ولا الملكي ولا افخم محلات هيطلع معاكم زي ما هعمله بالطريقه دي. اول حاجه عشان نمشي بالمقادير مظبوط، لكل كوبايه رز لتر لبن عشان يطلع معايا قوامه مظبوط. انا بجيب الرز بغسله كويس وبنزل فيه في حله يكون الميه دوبك تغطيه بشويه صغيرين، ويستوي معايا سوا كامل على نار واطيه عشان ما يتلسعش معايا، عشان انا كنت حاطاه في حاجه ستانلس. ويفضل برضو من اهم اسباب نجاح الرز بلبن ويطلع طعمه جميل يتحط في حاجه ستانلس. تمام. هبتدي بقى اسوي الرز سوا كامل وهنزل معاه بالحليب زي ما نزلت كده بالشكل ده، وهحاول افكه من بعضه ونجهز بقى مع بعض. هنا النشا على جنب. ممكن اكون واخده من لتر الحليب كوبايه صغيره مثلا ادوب فيها النشا، او شويه ميه صغيرين هدوب فيها 3 معالق نشا كبار. تمام. هنا بقى نركن خليط النشا ده بعد ما دوبناه في اللبن وركناه على جنب، ننزل بقى بكريم شانتيه، كيس كريم شانتيه ونوزعه بالشكل ده. بس هننزل بيه شويه شويه عشان ما يكلكعش معايا، يعني هنزل بنص الكميه وهدوب كويس وارجع انزل بنص الكميه التانية. دي بقى جمال الرز بلبن، بيجي في التركايه دي. هننزل بقى بمعلقتين قشطه كبار او 3 معالق. تمام. قشطه بلدي عادي. والسكر هنظبطه زي ما انتوا حابين. انا حطيت حوالي نص كوبايه سكر، بس يعني يفضل تحطوا كوبايه، انا بحب الحاجه دلع شويه. انا كده خلاص نزلت بكريم شانتي والقشطه هيدوني الطعم روعه للرز. هنزل بقى اخر حاجه معايا بالنشا المذابه في لبن. مفيش لبن هندوب في شويه ميه لو انا نزلت اللبن كله على الرز وانا بسلقه. انا بقى هنا قلبته كويس على نار واطيه واتاكدت ان هو خلاص بقى سميك معايا. بنزل بقى اخر حاجة بكيسين فانيليا زي ما انا نزلت معاكم بالشكل ده. وهو سخن هنبتدي نجهز معايا سلاطين ناشفة وننزل بالرز فيها. اول ما يهدى معايا خالص هنبتدي بقى نغطيه بستريتش. كل بولة لوحدها نغطيها بستريتش عشان ما يغيرش معايا طعم. تمام. هدخله بقى في التلاجة بالشكل ده. اول بقى ما يجمد معايا ممكن بقى انزل عليه، يعني هديكوا شوية افكار للتزيين. ممكن نزين بزبيب وجوز هند، ممكن نزين بشوكولاتة، ممكن نحط عليه قرفة، ممكن نحط عليه مكسرات بندق وفستق. بس ان شاء الله اللي انا متأكدة منه انه يطلع طعمه جميل وهيعجبكم جدا. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.